فاقت من النوم ولقت بيت مليان دم، ابوها مستلقي على الارض ما عم يقدر يتحرك نهائيا، جثة باردة والهدوء مرعب في المكان. بتصير تصرخ وتتصل على الشرطة بشكل فوري. My dad's dead. Hey, where's the dad? My house. There's blood everywhere. I can't go in there. Dad's name? Louis Fryer. He didn't wake me up in the morning. His car's gone. Everything's gone. Is there blood? You said there's blood from that? There's blood all over the floor. I tried to wake him up, but he didn't wake up. I have him en route, okay? Yes. Stay calm, okay? I've never seen a dead body before. بس الكارثة مو طريقة موته، لا، الكارثة مين يلي قتل أبوها. جواب راح يصدمكم. He went in and locked the door for him. Jay crept in, grabbed the knife and went into Louis' room. He said he has it away rather than wanting to get any money for it. السلام عليكم، أنا أبو الزير واليوم رجعت لكم بمقطع جديد. بتمنى أنكم تحطوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس وخلينا نخش على موضوعنا. في بلدة صغيرة اسمها غاسر، وتحديدا في ولاية الأوكلاهوما الأمريكية، كان في رجل خمسيني اسمه لويس كيس فراير، معروف بين أهله وأصحابه باسم لوي. كان أب لطفلين، ولد وبنت، وعايش معهم حياة هادئة وبسيطة. معروف بحبه كبير لأولاده، خصوصا بنته اللي اسمها كايلي فراير، يلي كان بسن المراهقة، عمرها تقريبا حوالي 15 سنة. في أحد الأيام من ربيع، وتحديدا في شهر 3 عام 2010، تعرفت كايلي على واحد اسمه جيري تشايلس، وهيدا الشخص عمره 21 سنة، متزوج، شخص مفلس وسراق، مفترض يكون شخص ناضج ومسؤول. جيري كان شخص متهور جدا، يعني بايع الدنيا كلها. خلال ايام تطورت علاقات بين كايلي وجيري بشكل مرعب، يعني كانوا صاروا يعرفوا بعض من شي 50 سنة. بعد فترة قصيرة التواصل اللي صار بيناتهم، كايلي صارت تشك انه والدها شاكك فيها وعم يراقبها من بعيد لبعيد، وبيمسك تليفونها من حين لآخر. هون كايلي لما حست بهيدا الشيء غيرت تصرفاتها مع والدها، صارت تصرخ على والدها، صارت تتأخر عن البيت وتكذب على والدها. في أحد الأيام لويس اكتشف العلاقة بشكل مباشر لما لقى رسالة في تليفون بنتها، وتحديدا من جيري، كان عم يقول لها أنا ما بدي أخسرك، أنا راح أكون والد ابنها المستقبلي. لويس لما شاف هي الرسالة انصدم، فصار يصرخ عليها ويهددها كذا مرة، فصار يصرخ عليها، وأحيانا كان يمد إيده على بنته إنه تركي هيدا الشخص متزوج وهو أكبر منك تقريبا بالشي، يعني 6 سنوات 7 سنوات. ومن يومها علاقة بين لويس وبنته اللي اسمها كايلي تدهور يوم عن يوم. لويس صار يتصرف مع بنته بكلام شديد، منعها أنها تطلع من البيت بدون إذنه، وكان يسحب منها موبايل من حين لآخر. بس الكايلي ما استسلمت، بالعكس زادت تعلقه بجيري. حاليا دخلنا الى شهر مايو، وتحديدا في 12/5 عام 2010. بهيدا تاريخ التوتر بين لويس وكايلي وصلت لاخر درجة. كايلي قررت انها تخلص حالها من ابوها. كايلي وجيري قرروا يعملوا خطة انه يتخلصوا من ابوها، انه يقتلوا لويس. اتفقوا يا جماعة الخير، خطة صحيح انها بسيطة لكن خطة كانت مرعبة. اتفقوا مع بعض ان كايلي تفتح الباب الخلفي الساعة 34 فجرا، بعد ما تتأكد انه كله نايمين، تترك له سكينة حادة بداخل المطبخ، وبعدها جيري يدخل بالهدوء ويروح على غرفة لويس، وبعدها يطعنه وهو نايم، وبعدها ياخذ مفاتيح سيارة لويس ويهرب ويتخلص حاله من هي السكينة، يعني يرميها شي مكان تاني. وبفعلا يا جماعة الخير في 13/5 عام 2010 تحديدا ساعة 24 دقيقة فجرا، كايلي فتحت الباب الخلفي بهدوء، ودخل جيري بهدوء على المطبخ وشال السكينة وراح على غرفة لويس. وطبعا المنطقة اللي هن فيها لا في كلاب الحراسة ولا في اي كاميرات المراقبة، منطقة مظلمة. قبل ما يشيل السكينة لبس كفوف، وبعدها توجه الى مطبخ، شال السكينة وراح على غرفة لويس. ساعة تقريبا حوالي 34 دقيقة جيري تشايلس كان واقف فوق لويس وطعنه أول ضربة في رقبته. لويس صحى من النوم ولكن ما قدر يقاوم، انقطع الشرايين الرئيسي في رقبته، لا طلع منه كلام ولا أي شيء، ولا قدر يتحرك. وبعدها ضربه طعنة ثانية أسفل الظهر، وثالث طعنة
بجانب الايسر. مات لويس خلال اقل من دقيقة. اما بالنسبة لبنت هي كانت في غرفة ثانية. اما بالنسبة لاخوها اللي اسمه كيس كان في غرفة علوي. اما بالنسبة لمرته هن منفصلين من زمان لانه هي كانت تعاطي ممنوعات، اي يعني جيري بعد ما قتل لويس اخذ مفاتيح سيارة لويس من نوع فورد وبعدها ركب فيها وهرب بمنطقة بعيدة عن المنطقة اللي عمل فيها جريمة. وهو بطريق رمى سكينة اللي طعن فيها لويس. رمى سكينة قريب من منطقة إدمونت ساعة 6:58 صباحا. اتصلت كايلي بحالة طوارئ وتحديدا رقم 911 وكانت تصرخ وتقول للشرطة أو حالة طوارئ 911. My dad's dead. بابا مستلقي على الأرض ودم موجود في كل مكان. في شخص دخل على البيت وقتل أبي. شرطة وصلت خلال 7 دقائق. Billy had been left unharmed, and despite his bedroom being a mess, nothing apart from the car had been taken. And it seemed that was more for a getaway rather than wanting to get any money for it. وتحديدا ساعة 7:05. المهم لما الشرطة وصلوا على بيت لويس شافوا جثة لويس مرمي على الأرض ودم معبى مكان وحتى على السرير. الشرطة هون فهموا انه لويس انقتل وهو نايم وما في اي شيء مسروق من البيت، ويلي قتله هو هدفه بس انه يقتل لويس وليس سرقة او اي شيء تاني. الشرطة اول شخص شكوا فيه اللي هي مرته للويس. المهم بعد ما شالوا جثة من البيت بعدها ب3 ساعات الشرطة استدعوا كايلي الى مركز الشرطة. اثناء تحقيقات شرطة مع كايلي شكوا فيها بنسبة قليلة كتير. تصرفاتها كانت غريبة وباردة، ما كانت عم تبكي بشكل طبيعي ولا عم تنهار مثل اي بنت لما تشوف ابوها مقتول. شرطة شكوا فيها ولكن بنسبة قليلة جدا لانه مو معقولة بنت عمرها 15 سنة تقتل ابوها. يعني ما بتقدر تواجه ابوها لانه ابوها صحيح هو بعمر 50 سنة لكن هو يعني شخصيته مثل الشخصية واحد عمره 30 سنة، يعني نشيط عنده عظم. مستحيل هي بنت إلها جرأة أن تعمل هيدا الشيء بأبوها. هون الشرطة استدعوا أخوها صغير اللي اسمه كيس اللي عمره حوالي تقريبا 12 سنة. وصل على مركز الشرطة وصار يحكي كل شيء، وطبعا كل واحد بغرفة يعني ما حققوا معهم وهن مع بعض. لا هون كانت المفاجآت وقت لما عملوا تحقيقات مع الكيس. صار يقول للشرطة أنا ما سمعت شيء بهي الليلة، بس كايلي كانت غريبة كتير من اليومين. محققين سألوه كيف يعني؟ رد على محققين وقال كانت تحكي مع جيري طول الوقت، وبارح شفتها كانت عم تكتب بدفترها أنا بكره أبي، وكانت كتير عصبية، وأحيانا هي كانت تقلي لو بابا تختفي حياتي بتصير جنة. وهي أول مرة المحققين بيسمعوا اسم جيري. ومو بس هيك، كيس خبر المحققين أنه قبل تقريبا شي أسابيع ما بدي بابا يضل بحياتنا، هو سبب بكل عذابنا، يعني من هيدا الحكي انه لازم نتخلص من ابونا. هون الشرطة كلمة عن كلمة كانوا عم يشكوا بهي البنت. استدعوا امها انه تعي على مركز الشرطة. شرطة حققوا مع مرته للويس وهي حكت كلامها بشكل دقيق. قالت للمحققين صحيح نحن انفصلنا عن بعض لكن علاقتنا كانت طبيعية جدا، كنت زور ولادي وقت اللي انا بدي اياه بدون ما هو ينزعج، بالعكس كان هو بيفرح كتير، وحتى انا ما خليت يكون اولادي عندي لانه انا متعاطي ممنوعات، فخليته عنده لانه هو احسن مني بكتير. شرطة اقتنعوا بحكي، شافوا انه جوابها دقيق 100%. لكن المفاجأة انه بفترة اخيرة كايلي ما كانت بتصرفاتها طبيعية، كانت بتكذب كتير في فترة اخيرة، وانه هي علاقة مع الشخص اللي اسمه جيري. ولويس كان حاسس بهيدا الشيء انه عم يصير شيء غلط بغيابه، وانه لويس في مرة من الايام هددوا لجيري اذا ما بعدت عن بنتي راح اشتكي عليك شرطة. هون المحققين اول ما سمعوا هدول المعلومات راحوا فتشوا غرفة الكايلي بشكل كامل وخصص دفترها يومي. محققين شافوا كلمات وجمل عم تحكي عن كره عن ابوها.
يعني المحققين كلمات اللي شافوها في دفتر يومياتها كانت عم تصير والدها بشكل مو طبيعي، يعني حاقدة على الوالدة حقد مو طبيعي. والشيء اللي اخطر يا جماعة الخير، شافوا بموبايله كان في اتصالين بينها وبين جيري. اتصال اولى كان الساعة 4:08، واتصال الثاني كان ساعة 4:14. يعني كانوا حاكين مع بعض قبل ما يصير هي الجريمة تقريبا شيء يعني 10 دقائق 15 دقيقة. هون الشرطة تقريبا 99% اتأكدوا انه هدول الشخصين لهم علاقة بهي القضية او بهي الجريمة. هون كايلي لما سمعت انه الشرطة سمعوا هدول المعلومات قالت انا كنت بغرفتي وعم احكي مع حبيبي، وانا ما سمعت شي شخص دخل على بيت او سمعت شي صوت غريب، لا ما سمعت شي نهائيا. لكن الشرطة ما صدقوها، راحوا جابوا جيري من تحت الارض. جيري اول ما محققين حققوا معه، جيري انكر هي القضية تماما انه هو ما له علاقة بهي الجريمة. قال المحققين انا كنت مع اصدقائي عم قزر في منطقة بعيدة عن المنطقة اللي صارت هي جريمة. لكن الشرطة ما صدقوا هيدا الحكي. ليش؟ لانه الشرطة شافوا بتليفونه وقت الجريمة كان هو بداخل البيت، وكان واضح انه هو عم يكذب. بعد ما محققين ضغطوا عليه غير قصته وقال انا دخلت بيت لويس مشان اسره، لكن فجأة واجهني لويس وصرنا نتقاتل فاضطريت اني اقتله، وهيدا الشيء كان دفاع عن النفس. هون حبيبنا جيري كان عم يخفف تهمة عن حاله، وانه عم يورجي للمحققين انه انا ما كنت خاطط هي جريمة، لا بس انا جاي كنت اسره. محققين كمان ما صدقوه. ليش؟ لانه لويس انقتل وهو نايم وهو فوق السرير، وطعنات كانت كتيرة وقاتلة جدا. اما ثالث شغلة واللي هي الاهم، الباب الخلفي للبيت ما كان مكسور، لا كان مفتوح. يعني الشخص يلي فتح الباب هو من داخل البيت او اخذ المفتاح هي الباب من القبل. بعد ما عرضوا عليه كل هالادلات وتفاصيل ما بقى عنده حجة، ما بقى قدر يبرر. هون جيري انهار، اعترف بكل شيء وصار يقول للمحققين انه كايلي هي طلبت مني اني اقتل ابوها، وانا بالبداية رفضت هيدا الشيء، ولكن لما سمعت كايلي عم تقلي انه انا حامل منك، هون انا جنيت فاضطريت اني اقتله. محققين خبروا لجيري انه كايلي اللي هي حبيبتك لا هي حاملة ولا اي شيء، هي كانت عم تكذب عليه. وبعدها حولوهم الى سجن. في يوليو عام 2010 مثل امام المحكمة واعترف بجريمة من درجة اولى. هون المحكمة حكموا على جيري بسجن مؤبد. وفي 15 يوليو عام 2011 كايلي فراير حكم عليها بسجن مدى حياة. صحيح هي ما عملت جريمة، ولكن هي اللي خططت الجريمة. اخوها كيس لما سمع هيدا الحكي انه هي اللي خططت هي جريمة، انهار، فات بحالة الاكتئاب حاد جدا. صار يقول للناس انه بعد هي الحكاية ما بقى اوثق بحدا نهائيا. بس وصلنا لنهاية المقطع، وهلق بنقول لكم سلام عليكم.